لازم اكون انا مصدر معلومات ابني الاول. يعني ما سيبوش هو كده مع نفسه يكتشف نفسه ويكتشف جسمه ويكتشف ايه صح ويكتشف ايه غلط، او يروح لحد تاني علشان يفهمه، والله اعلم هيدخله افكار غلط ولا صح اصلا وهيستغله ازاي. عشان كده احنا في مراحل عمرية معينة للأطفال، في كل مرحلة بعلم الطفل فيها حاجة. من سن 2 ل4 سنين ببدأ أعلم الطفل عن جسمه وأعرفه إيه هي مناطق الخصوصية وأعلمه أسمائها بطريقة علمية ودينية. من سن 4 ل6 سنين أبدأ أفهمه الفرق ما بين اللمسة الطيبة زي الطبطبة، المسح على راسك، الحاجات العادية، وما بين اللمسة الوحشة اللي بتدل إن في حاجة مش مريحة وفي قلق. واعلمه ان مفيش حاجه اسمها ان حد يقولك فيه سر ما تقولوش لبابا وماما. تمام، في حاجه اسمها اسرار، بس الاسرار ما تبقاش على باباك او مامتك، لازم نكون معاك خطوه بخطوه وعارفين كل حاجه. بس ده طبعا بعد ما اعرفوا الفرق ما بين الاسرار العاديه وما بين الاسرار اللي ممكن تحسسه بقلق او بخوف او بارتباك، او مش من الطبيعي ان باباك ومامتك ما يعرفوش عنها حاجه. ومن سن 6 ل9 سنين أبدأ أتعمق معاه أكتر في إن أنا أفهمه العلاقات والفرق ما بين جسم الولد والبنت، وإن إحنا ما ينفعش نتعامل مع حد غريب عن طريق الإنترنت، لأن غالبا كده من 6 ل9 سنين هيكون واعي كفاية إن هو يكتب على إنترنت أو يعمل تشاتنج مع حد أو يتعامل مع حد. فأبدأ أعلمه إزاي إن أنا ما ينفعش أتكلم مع حد غريب، إزاي حتى لو أنا بلعب جيم أو بعمل حاجة بيبقى الكلام مع الشخص اللي قدامي في حدود اللعبة وتحت رقابه. ان ما ينفعش احكي لحد عن حاجه خاصه او خصوصيه في البيت او ابعت له صور.